احنا اللي عملنا اللبن في البيت ومن غير جاموسه. مستحيل اخليكي تشتري اللبن من بره تاني. اوعي تشتري اللبن، وفري فلوسك. شوفي بقى لما تعملي كميه الحليب دي كلها بنفسك في البيت، وشوفي كمان لما تعملي الدقيق ده بنفسك في البيت. والله توفير جامد جدا جدا، وحاجه صحيه ومفيده، وبتتباع اصلا بره بفلوس قد كده. تعالي معايا بسرعه شوفي ده اتعمل من ايه، مش هتصدقي بجد. اول حاجه هنجيب المطحنه بتاعه الخلاط، وهنجيب كوبايه من جوز الهند هننزل بيها كده في المطحنه. هننزل بكوبايه كمان، وهنبدا ان احنا نطحنهم الاول في المطحنه. شايفين كوبايتين جوز الهند دول اللي فضلوا عندنا من رمضان؟ هنطلع منهم حليب وزيت جوز الهند، وهنطلع منهم دقيق جوز الهند. والله زي ما بقول لكم. خلاص كده يا جماعه طحنا جوز الهند. بصوا بيبقى هو ده شكله. تحسوا كده ان القوام بتاعه بيبقى عامل ايه، يعني جامد شويه. بصوا بيبقى ماسك في بعضه كده. هنجيب بقى شفشق الخلاط بتاعنا ونبدا ان احنا نفضي فيه جوز الهند اللي احنا طحناه اهو. تحسوا ان هو عامل زي الكريم، لانه بينزل يا جماعه الزيوت اللي موجوده فيه اهو. خلاص فضيناه. يلا بقى اهم حاجه يكون عندنا ميه سخنه، ميه تكون سخنه. هننزل بيها كده، ادي كوبايه، هننزل بكوبايه كمان. اهم حاجه الميه تكون سخنه. وبعد كده هنضرب جوز الهند والميه في شفشق الخلاط. هنضربهم بقى في شفشق الخلاط كده زي ما انتوا شايفين حبايبي اهو. خلاص كده ضربنا جوز الهند. بصوا عايزه اوريكم شكله بيبقى عامل كده بعد ما بيتضرب، بيبقى بالقوام ده وتقيل كده اهو. بصوا لان هو دسم وبجد خطير قوي قوي. بصوا يلا بقى عشان نبدا ان احنا نزوده بالميه. وده بقى القوام بتاع جوز الهند. بصوا تقيل ازاي، وهو ده المطلوب. لو انتوا عايزين تصفوه صفوه، بس انا بحبه دسم فانا مش هصفيه. لما يكون دسم كده يكون احلى ويعمل معاكي كميه كبيره. فاهمه ازاي؟ احنا هننزله كله كده من شفشق الخلاط. هنزود في شفشق الخلاط شويه ميه عشان احنا عايزين نستفيد بكل حاجه فيه اهو كده. وهننزل بيهم كده، وهنجيب الميه بتاعتنا نسمي كده بسم الله، وهنبدا ان احنا ننزل كده بالميه تدريجيا. كوبايه، 2، 3. زودي بقى الميه بتاعتك كده حسب ما تحبي، عايزاه تقيل عايزاه مظبوط برضو زي ما انت شايفه. انا بزود الميه زي ما انتوا شايفين. طيب بصوا بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا جبت حوالي كوبايتين من جوز الهند قبل ما اعمل لكم جوز الهند في المطحنه. جبت كوبايتين جوز هند وحطيت عليهم ميه وضربتهم في الكبه. القوام معايا بقى تقيل كده، وجوز الهند ما اتطحنش. ليه؟ لان احنا ما طحناش الاول جوز الهند. طيب في الحاله دي نعمل ايه؟ في الحاله دي هنجيب المصفى كده تمام، وهنصفيه عادي جدا جدا، وهنزوده برده ميه على فكره. هنصفيه كده على ده تمام. طيب والتفل بتاع جوز الهند دوت اللي هيطلع هنعمل منه ايه؟ هنعمل منه دقيق جوز الهند للناس اللي عندهم حساسيه من الدقيق الابيض، والناس اللي بتعمل دايت واللي بتحب الاكل الصحي. هنعمل لهم، شايفين اهو التفل ده هنحوله يا جماعه لدقيق جوز الهند تمام. طب دقيق جوز الهند يا هام بنعمل بيه ايه؟ وبنعمل بيه حاجات كتير قوي. نعمل بيه كيك، ونعمل بيه بانكيك، ونعمل بيه حلويات، نعمل بيه كل حاجه يا جماعه، حاجات كتير قوي. فاحنا بنصفي كده تمام. وطبعا اللي بيطلع ده زي ما بقول لكم هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه دقيق. هصفيه بقى كويس جدا. هنا بينزل معايا اهو حليب جوز هند. كل ما بتصفيه كل ما بينزل معاكي، عشان هنعمل دقيق من جوز الهند ده. هنعمل منه الدقيق. الناس بقى اللي عندها حساسيه من الدقيق الابيض وطعمه يجنن يجنن. بصوا عمل معايا الكميه دي لما ضربناه في الكبه او في الخلاط زي ما قلتلك من غير ما يتطحن تمام. هنا بقى الحليب اهو جاهز معايا ما شاء الله. شايفين؟ المفروض بقى ان احنا هنشيله ليله كامله في التلاجة، وتعالوا نشوف بعد ليله هنطلع منه زبده.
دخلنا خلاص اللبن، هيقعد ليله في التلاجة زي ما قلنا. هنا بقى عندنا التفل بتاع جوز الهند اللي احنا طلعناه لما عملنا ايه، لما حطينا جوز الهند في الكبه وحطينا عليه ميه وضربناهم مع بعض على طول من غير ما نطحن الاول جوز الهند. تمام. طب في الحاله دي فضل مننا جوز الهند، هنعمل ايه؟ لازم نستفيد بيه طبعا. هنعمل دقيق جوز الهند. دقيق جوز الهند هنفرده كده في صينيه الومنيوم وهندخله بقى الفرن عشان يتحمص ويتحول معانا لدقيق. يلا بينا. الفرن يكون سخن من قبلها ب10 دقايق ونطلع منه احلى دقيق للناس اللي عندهم حساسيه وبيخافوا من الدايت. يلا بصوا بقى، احنا هنفضل نقلب فيه كده كل دقيقتين، ندخل نقلبه كده وهو في الفرن جوز الهند لغايه ما يتحمص معانا اهو، شايفين؟ وبعد ما نقلبه هنفرده كده ونسيبه ونرجع نقلبه تاني بعد دقيقتين لحد ما يتحمص خالص. يا عيني بقى على الشطاره اللي احنا فيها، طلعنا كمان اهو جوز الهند بعد ما دخل الفرن واتحمص. هيبقى عندنا دقيق جوز الهند يا جماعه. يلا نطحنه كده في المطحنه بقى بتاعه الخلاط، هي مطرحها جوز هند. تمام. هنروح نازلين بقى كده عشان نطحنه ويتحول لدقيق تعملي بيه بقى كل الحلويات بتاعتك بدل ما انت بتستخدمي الدقيق الابيض. بنطحنه بقى في المطحنه لغايه ما بيبقى معايا بودر وبيبقى دقيق جوز الهند وريحته تجنن يا جماعه. الريحه بتاعته بجد خطيره جدا، تعملي بقى بيه احلى حلويات حلوه قوي قوي. بصوا الجمال. ممكن تحطي عليه شوكولاته اللي هي ميكس تيلا وتعمليها كور، هتبقى حاجه حلوه قوي. ممكن تحطي عليه شويه حليب مكثف وتعجنيهم بايديكي وتعمليها كور وتغطسيها في الشوكولاته الخام، هيطلع يجنن. وكمان كيك هيبقى حلوة قوي، ريحته تحفة بجد. هتجيبي بقى كده السكر بتاعك عشان نعمل احلى كوبايه نسكويك باللبن. نحط كده معلقتين من السكر وهنحط كمان معلقه من بودره النسكويك اهي، معلقه واحده بس. ونبدا ان احنا بقى نحط اللبن بتاعنا اهو، لبن جوز الهند. بسم الله. عشان نعمل احلى كوبايه نسكويك. ممكن تعملي كوفي ميكس، ممكن تعملي نسكافيه، تعملي حتى المكرونه بالبشاميل اللي تقدري تعمليها بلبن جوز الهند، هيبقى تحفه. هنقلب بقى كده ويلا نرفعه على النار. طلع اللبن من التلاجة بعد ما عدى عليه ليله كامله. ايه اللي حصل له بقى؟ اللي حصل له ان هو كون طبقه قشطه زي اللبن البلدي بالظبط، كانه لبن بلدي. ولو سبتيه كمان ليله القشطه دي هتتحول لحتت كده مجمده اهو. بصوا شايفين القشطه؟ انا مش عارفه انتوا شايفينها ولا انا هداير الكاميرا عشان تشوفوا القشطه بتاعته. ولو سبتوه ليله كامله كمان القشطه دي هتتحول لطبقه كده صلب، هيتحول لزبده. زبده جوز الهند عارفينها طبعا كلنا، اللي بيتعمل منها زيت جوز الهند. تمام كده؟ تمام. فاحنا هنشيل الطبقه دي اهي. تمام. ويبقى عندك هنا بقى زبده. دي زبده يا جماعه، دي زبده. تمام. سيبوها ليله كمان عشان تتكون صلبه ويبقى عندك زيت جوز الهند من حليب جوز الهند. تعالوا شوفوها كده، هداير الكاميرا وهوريها لكم اهو يا جماعة، شايفين اهي الطبقة بتاعة القشطة او الزبدة، زبدة جوز الهند اللي بنحولها لزيت جوز الهند اهي. وطبعا اللي تحت ده الحليب اهو، بقى عندي كده حليب جوز هند اهو. احلى كوبايه نسكويك هتعمليها بقى او كوفي ميكس او نسكافيه، هيبقى حلو قوي وصحي جدا، وبجد ريحته وطعمه في حته تانية، في حته تانية يا جماعه. خطير قوي. جربوا حليب جوز الهند في البيت وما تشتروش حاجه من بره، يجنن وصحي جدا. اللبن ده بقى لو عايزه تحتفظي بيه بعد ما تشيلي الوش اللي احنا المفروض هنعمله زيت جوز هند او زبده جوز الهند ده، احتفظي بيه في اكياس في التلاجة زيه زي اللبن البلدي الحليب بالظبط. الحليب البلدي اللي احنا بنجيبه يا جماعه شيلوه في الفريزر في اكياس. ده بيتباع غالي جدا في السوبر ماركت ونادرا لما بنحصل عليه، ومفيد جدا جدا جدا. اشوفكم على خير، بحبكم قوي. اعملوا بيه كل حاجه يا جماعه. يلا مع السلامه. ما تنسوش كمان دقيق جوز الهند تعملوا بيه الحلويات وتدعوا لي. وانسوا الدقيق الابيض بقى. يعني شوفوا ما شاء الله عملنا ايه من شويه جوز هند كوبايتين، طلعنا كميه حليب جوز هند، طلعنا كمان الزيت بتاع جوز الهند بس سيبيه ليله تاني عشان يطلع معاكي، طلعنا كمان الدقيق. مفيش شطاره ولا توفير احسن من كده. اشوفكم على خير. استنوني في فيديو تاني ان شاء الله.
بحبكم قوي. لو شايفين ان محتواي مفيد ما تنسوش فضلا تعملوا لايك للفيديو، عشان اللايك مهم جدا بيرفع الفيديوهات، وعشان تشوفوها اول باول ويجيلكم اشعارات بيها. اشوفكم على خير، مع السلامه.